ربنا يكبر خواطرهم ويرضيهم ويرزقهم بكل اللي نفسهم فيه. بس الدعوة اللي انا مركزة عليها ان فعلا الضغط اللي بيجي في دماغي ده، انا فعلا بدعي لهم ان ربنا ما يكتب عليهم الضغط ده ابدا، ولا يفكروا بالطريقة دي ابدا. والدتي بتقول لي ارحمي نفسك، بس والله يا جماعة ده بالغصب، يعني ده خارج ارادتي. انا لما بقعد مع نفسي كده بعد ما اهدى اقول الدنيا مش مستاهلة، بس فعلا ببقى خارج ارادتي، اكن الواحدة بتبقى مغيبة، اكن مانيش عارفة. يمكن من كتر اللي حصل لي ومن كتر الصدمات اللي انا اخدتها. بس زي ما قلنا ربنا قادر على كل شيء. ربنا لما حطني في الصدمة دي عارف ان انا قدها. عارف ان انا هو عاين لي حاجه طبعا احلى واحلى واحلى، وانا واثقه فيه وواثقه في كرمه. والله انا واثقه في كرم ربنا لابعد درجه ممكن يتخيلها. ربنا يعيننا يا رب على اللي جاي، اللهم امين يا رب العالمين، ويرزقنا برزق اولادنا ورزق ديوننا كمان، اللهم امين يا رب العالمين. ويساعدنا كده في الحياه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين، زي ما قلت لكم برضو في اول الفيديو، ان انا كانت شقتي متأهمل فيها جامد. وكنت طبعا لما فرشت في العيد انا كنت فرشه اللي هي الحصر البلاستيك ديت اللي هي 5 متر. فطبعا دخلتها بقى تحت الكنب وتحت المكتب. فكان صعب ان انا كل شويه اشيلها وانا معايا عيال صغيره. فاللهم صل على محمد، فكانت الدنيا بتتبهدل. كنت بشفطها بقى بالمكنسه، اكنس كده عكس اتجاه الحصر علشان اعرف الم. فقلت لا، الموضوع ده ما ينفعش. ف وانا قاعده بتكلم وكده، كان اصلا كانت عند مرات عمي و... و... والدكتوره دعاء مرات اخويا. فقالوا لي لما لقوا الفرشه كلها كده، قالوا انت كده بتلطمي نفسك، هي يدوبك حته في الصاله تفرشيها عشان تقدري تشيليها، انما انت كده ده اجهاد صحي، ويعني اجهاد بدني جدا عليك. فلقيت ان كلامهم صح. طبعا انا كان عندي الحصيره 3 متر، دي خرجتها بره الحسبه خالص. وقمت جايه كل اللي حضراتكم شايفينه ده مغسول يا جماعه. يعني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. البطاطين دي كده مغسوله، وكنت سايباها ان هي نشفت، يعني صفت ميتها. والغسيل ده بقيت اغسل. والله يا جماعه انا غسلت في اليوم ده طول النهار. يعني شايفين ان كمية الغسيل اللي عندك طبعا كلكم عارفين، واللي متابعني عارف ان انا بغسل كل يوم. وده بالنسبة لي انا شيء طبيعي، لان الولاد بيطلعوا يغيروا كل شوية غيارات وابن الصغير ده ما بيكفيهوش 3 4 غيارات في اليوم. شايفين المية لما جت لو لاحظتم في المباني دي كلها كله بيغسل يا جماعة، لان المية كانت قطعة. بتقطع عدد، بتقطع يعني آه، كتير، ايام كتيرة، يعني ممكن تقطع يومين 3، وده طبعا بيبقى صدمة والله. اللهم صل على محمد. غسلت الحصر وغسلت كل حاجة، واستنهزت فرصة ان المية موجودة. طبعا الروتين ده استحالة ان هو هيتعمل في يوم واحد يا جماعة. ده اتعمل والله 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 على 3 ايام. على 3 ايام يا رفيق، ايوه طبعا على 3 ايام. استحالة ان شقتك تبقى متبهدلة كده رغم ان اليوم طويل، وان انت هتخلصيها في يوم واحد. انا حابة ان انا اكون صريحة وواضحة معاكم جدا، علشان يعني ما تقوميش تجهدي نفسك وتيجي تتعبي بالليل فتقول الله يسامحك يا رفية او تدعي عليا دعوة. لا، انا ماشيه معاكم بصراحه يا جماعه. انا اليوم اللي غسلت فيه هدوم، فضلت اغسل فيه هدوم عامه طول النهار لعند قبل المغرب. خلاص قمت قفلت الغساله، حتى لو انا ما خلصتش غسيل قمت قفلتها. كانت الحصر طبعا غسلتها، وكان البطاطين اللي حضراتكم شايفينها ما عدا السجاده الكبيره انا ما كنتش غسلتها، قلت هحطها في اول الشقه وما كنتش غسلتها. فده كان كده يوم. وقمت جايه، ده كان اليوم يعني اللهم صل على محمد. تاني يوم جينا، جيت يا جماعه قلت ايه، خلاص انا كنت اصلا يعني مسكت المقشه وكنست الشقه بس كده. بحاول ان انا لميت الركنه حطيتها على الكنب. طبعا انا شمستها، المقطع ده ما جاش للاسف بس عادي يعني. انا طلعتها شمستها في البلكونه، وقمت جايه لما الهدوم وبدات ان انا اطبق في الهدوم اول باول. طبعا اللي معايا برضو عارف ان انا كنت استكفيت بالهدوم الصيفي اللي والدتي كانت جايباهم للولاد، لعيالي يعني. وما طلعتش هدوم صيفي قبل العيد لان ما كانش في وقت وما كانش في صحه. الحمد لله رب العالمين. فاستكفيت بالهدوم اللي عندهم الجديدة، يعني ما طلعتش حاجة قديمة. كان كل الهدوم اللي عندهم بصراحة جديدة، لأن كانت والدتي بتجيب تقريبا من رمضان، فكان كمية. وكانت يعني الحمد لله رب العالمين يعني. جيت بقى خلاص غسلت الحصر وبدأت ان انا المهم زي ما حضراتكم شايفين كده، كل اللي تنشف اجيبها والمها واوقفها كده. وغسلت ده تاني يوم.
كان تاني يوم والله العظيم يا جماعة ما كان فيه إلا تنظيف الفراخ اللي حضراتكم شايفينها ديت، وكانوا 4 فراخ فقط لا غير. يعني حتى سلفتة قالت لي احنا كنا بننضف في الجرن، قالت لي جيبي كمان فرخة انت كده كده، يعني انت كده كده قاعدة. وبصراحة يعني كانوا بيساعدوني والله العظيم في الوقدة بتاعت الكانون اللي بره ده. وكان يعني وكان ما كنتش اقدر مثلا ان انا اقوم اصمت الفرخة، والله العظيم كانوا بيصمتوها لي وانا قاعدة. فخلاص ده كان في يوم. جيت تالت يوم اللي هو ده تالت يوم اهو. طبعا اليوم ده انا ما طبختش فيه فراخ، كان معرفش عندي اكل بايت تقريبا فسخنته كده وسندوتشات. تالت يوم انا طوقت بالشرشوبة، وزي ما حضراتكم شايفين كده رصيت الصالة فرشتها وعملت غدا للولاد. ومسكت اعزكم الله طبعا البلكونات، غسلتها، نظفتها يعني كويس جدا ومسحتها، لان برضو كان متأهمل فيها بقالها فترة. حتى ما كنت محرجة على ولادي ان هم يفتحوا البلكونات، وانا اصلا بحب اعمل البلكونات اول باول، بس يعني ايه بتيجي ظروف كده تحكم والصحة بتحكم على الناس. فخلاص نظفت الكنب، وابني طلع لي بقى طلع بطبق عنب من عند سته من تحت. فبقول لي قولي للمتابعين انا عازمهم على عنب، حتى نزلت الفيديو ده. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. طلع لي بيقول لي ماما انت خفيتي ونضفتي؟ قلت له اه يا حبيبي الحمد لله. قال لي يا رب تخفي دايما يا ماما. قلت له ربنا يبارك لي فيك يا نصر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. فده كده كان اليوم الثالث اللي انا روقت فيه بقى الصاله، وكنت برضو روقت المطبخ وعملت فيه غدا لاولادي، لان انا كنت واخده فراخ حطها بقى تحت، يعني ما حطيتهاش في الفريزر. الفراخ اللي انا طبختها ما كنتش حطيتها طبعا في الفريزر، ورتبت كده زي ما حضراتكم شايفين. سبير السلم زي ما حضراتكم شايفينه انا كنت اخدت بيه بس الكوتشيات والحاجات غسلتها. وطبعا الروتين الجاي هيبقى بير السلم لان عايز تنظيفه عميقه جدا يا جماعه. بشكر كل اللي سأل عليا سواء من داخل مصر او من خارجها. بشكر كل يعني اللي اهتم لأمري، وحاول حتى لو انا مش بتواصل معاهم بقالي فترة كبيرة ان هو تواصلوا معايا وسأل عليا. بشكركم جدا وبقول لكم فعلا اتصالكم ده والله العظيم فرق جدا جدا معايا، فرق معايا نفسيا ومعنويا وكله والله العظيم يا جماعة. ربنا يكبر خواطركم يا رب، وربنا يشفيكم جميعا ويصبرنا ويصبر كل مبتلي ايا كان ابتلاءه. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا ده غدانا النهارده. اتمنى ان انا اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. ما تنسوش اشتراك، تفعيل زر الجرس، تعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس امر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.